نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. تبدأ حكايتنا بشاب كحيان بيكون بيشتغل بالليل في شركة اللي متوظف فيها، والنور بيبدأ يطفي ويشتغل لوحده. بسبب النور ده الشاب ده بيترعب شوية، ويجي شخص من وراه ويرعبه أكتر، ويطلع ده صديق في المكتب وكده، فيقول له الشاب ده خضتني يا صاحبي، فيقول له أنا آسف بجد ما كنتش قصدي، أنا كنت بس جاي أقول لك تيجي ناكل بقى وكفاية شغل. فيقول له تمام يلا أنا أصلا جعان جدا. وبنعرف إن صاحبه اللي خضه ده اتعين قبله ب3 شهور في الشركة دي، ولما كان متدرب عينوه لمراقبة جدول مواعيد أحد الطلبات، وبيقول له كمان إن رئيسه استغله كتير وخصم من راتبه ظلم. فيقول له البطل حكايتنا للأسف كمتدربين لازم نقبل على نفسنا ده لأن مفيش حل آخر. بنعرف إن اسم بطلنا أيان واسم صاحبه ده هو هيجي، وبعديها هم ماشيين بيلاقوا مكان الذي يسمى بغرفة الهروب، والمكان ده هو اللي هيغير حياة أيان وهيجي. وبيبدأ يحكي هيجي لأيان عن قصة غرف الهروب دي، إن كان يقال أن مالكة غرف الهروب دي تقوم بتنويم المغناطيسي أو السحر الأسود وحاجات زي كده، وده اللي بيجعل أي شخص يجرب يدخل المكان ده بيخليه مفتون بجمال مالكة غرفة الهروب دي، وكمان بيحلموا بيها كل يوم. فبيضحك أيان بسخرية ويقول له إيه الهبل ده يا صاحبي، ده بس مجرد كلام عشان يساعدهم على التسويق ويخلوا الناس يجربوا الهبل ده. عشان أثبت لك كلامي ده تعالى أنا وأنت ندخل ونجرب وعلى حسابي كمان. فبيقول له هيجي يا ابني أنا خايف قوي من المكان ده مش عايز. فبيشدوا أيان وبيدخلوا معاه غصب عنه. بتيجي البنت وترحب بيهم وتقول لهم أهلا بكم في غرفة أسرار يومنا، وتقول لهم شكرا لقدومكم. وبعديها بيقول لها أيان أنا سمعت شائعات كتير عن غرفة الهروب بتاعتك دي. فتقول له أنا عارفة حتى زبائني بيتعرضون دائما لحوادث هنا. وتقول له بعديها ليه بقى لم يتم اعتقالي؟ فيقول لها أيان مش ممكن عشان انتي بتعرفي تتستري على الحاجات دي. فتقول له لا لأن تحضيراتنا شبيهة بالحقيقة كثيرا، عشان كده ناس كتير اللي بيجوا يجربوا بيحلموا بكوابيس كتير بعد مشاركتهم في هذه اللعبة، ونفترض يعني ان الشائعات دي صح. فبيقولها تمام انا عايز ابدا اللعبه دي وعايز اعرف قواعد اللعبه دي. فتقول له بكل بساطه انتم الاتنين هتتحبسوا في الغرفه دي مع بعض، ولازم تحلوا الاحجيات على حسب التلميحات اللي هنوفرها لكم داخل كل غرفه من غرف الهروب دي، ولازم تلاقوا المفاتيح عشان تعرفوا تخرجوا، وان كان هناك مخرج فيكون في اكيد طريق لفتحه. وبعدين بتخليهم يوقعوا على ورق اخراء المسؤوليه المكان لو حد فيهم لعب اللعبه دي وتعب يعني. وبعدين بتبدا لعبه الهروب، وبياخد اللاسلكي الموجود على المكتب، وهيجي وأيان بياخدوا اللاسلكي الموجود على المكتب ويبدأوا يمشوا في المكان ده، وبيلاحظوا كل الأبواب مقفولة. وبعدها هيجي بيشوف قدامه جثة متعلقة ويترعب جدا، وينده على أيان بسرعة ويقول له الحقني بص شفت ايه. لسه هيروح أيان عشان يشوف ده بيلاقيها اختفت. فبيقول أيان بسخرية لهيجي ما بس بيعملوا كل الحاجات دي بس عشان يخوفوا الأشخاص اللي قلوبهم ضعيفة والكلام ده. وفجأة الطريق اللي هما ماشيين فيه بيتقفل عليهم، وبيكون هيجي مرعوب جدا، وأيان بيضحك ويقول على الكلام الفاضي ده. وبعديها بيلاقوا على الحيطة أحجية وبيحلوها فتفتح لهم الباب. لما بيدخلوا من هنا الباب بيتقفل عليهم، وبيلاقوا على الحيطة مرسوم حدود مرسومة لجسم شخصين، وفعلا بيعملوا نفس الشكل المرسوم على الحيطة ويتفتح لهم الباب. وبيجروا بسرعة قبل ما يقفل، ولكن للأسف بيدخل هيجي بس وما بيلحقش يدخل معاه أيان. بيكون هيجي خايف قوي ويقول أعمل إيه أنا دلوقتي، أنا مش هعرف أخرج من هنا لوحدي. فبيقول له أيان ما تخافش ابحث بس عن بعض التلميحات عشان نحل الأحجية دي ونخرج. وبعديها بيجرب أيان يعمل شكل المرسوم على الجدار لوحده، فبيفتح له باب تاني خالص غير الباب اللي دخله هيجي. لما بيدخل أيان الغرفة دي بيلاقي شاشة كبيرة بيكون معروض فيها هيجي اللي في الغرفة السرية التانية. بعديها أيان بيلاقي جهاز التحكم بالكهرباء، ويلاقي لعبة توافق الألوان المعقدة. هو بيكون عارف ترتيب الصح لأنه بيكون موجود على اللاسلكي اللي معاه، وبيقدر يرجع النور تاني. وبعد ما النور ما بيشتغل بيلاحظ هيجي فتحة في الحائط وفيها مفتاح، فبيدخل ايده عشان يجيبه، ولكن الصدمة ان ايده بتعلق برباط داخل الفتحة دي. وكمان بيشتغل جهاز حاد، وبيبدأ يقرب على هيجي ويقول هيجي لأيان أرجوك ساعدني أنا ايدي هتتقطع. فبيحاول أيان يعمل أي حاجة وهو خايف على صاحبه جدا، وقبل فوات الأوان بيقدر أيان يوقف جهاز الحاد ده وينقذ هيجي الحمد لله. وبيتفتح الباب لهيجي اللي فيه أيان ويقول له أيان الحمد لله على السلامة يا صاحبي. فبيقول له وبجد يونا صرف على المكان ده ومكلفة بجد على الديكور
ده الصراحة. بعدين بيقول ايان لهيجي المفروض الباب ده هو المخرج، وبيبداوا يدوروا على مفتاح في الغرفة اللي هم فيها، وبيلاقوا مذكرات مقفولة ومعاها كتاب رواية، وبيكون مقطوع صفحتين من كتاب الرواية ده، وهي صفحة 147 وصفحة 148. وبيجربوا واحد من الرقمين دول عشان يفتحوا المذكرات المقفولة، وينجحوا فعلا بفتح المذكرة دي. وبتكون المذكرات دي مكتوب فيها سيرة ذاتية خيالية لحياة يونا، وهي ان في يوم جاء شخص لوحده لتجربة غرفة الهروب، لكن هو كان جاي عشان يقتل يونا، ويونا حاولت تقاومه وتهرب منه، ولكن هو تغلب عليها وقتلها وأخفى جثتها بمكان لا يستطيع أحد أن يجدها فيه. كنت أتمنى لو يجدني أحد. فبيتوتر أيان من الكلام ده ويقول أكيد ده مش حقيقي. فبيقول له هيجي أنت خايف ولا إيه؟ افتكرتك إنك شجاع، أصلا كل ده مجرد لعبة، مش ده كلامك يا أيان؟ فبيقول له أيان أنا عارف، بس القصة دي بدت لي وكأنها ظهرت أمام عيني، وشعرت إنها حقيقية بشكل لا يصدق. فبيقول له هيجي أنت شكلك منغمس بس في هذه اللعبة كثيرا مش أكتر. فهي كتبت قصة طويلة زي دي عشان جزء منها فقط. هو إيه اللي هيفتح لنا الباب ده؟ والجزء ده هو اللي هيفتح لنا الباب ده، وإيه الجزء تعتقد هو حل اللغز ده؟ فبيقول له أيان في جملة أتمنى لو يجدني أحد، اللي هي آخر جملة هي الدليل. وبيفضلوا يدوروا على الجثة، ولكن الغبي هيجي سحب الحبل المصباح، فأصبح المكان مظلم جدا. فهم استخدموا كشاف اللاسلكي، والصدمة بيلاقوا الجثة على السرير اللي كانوا بيبحثوا عنها، وينصدموا إزاي بقت على السرير لأنه كان فاضي من شوية. فبيقول هيجي هي أصلا كانت تحت غطاء الفراش، ولما سحبت حبل المصباح هو أصلا متصل بغطاء الفراش، فظهرت لينا الجثة دي. وبيلاقوا في الجثة دي في إيديها جهاز تحكم، وبياخدوه ويفتحوا بيه الشاشة، وبيشوفوا يونا وهي ملقاة على الأرض وكأنها ميتة. بيقول هيجي إيه معنى ده؟ أنا مش فاهم حاجة. فبيقول له وضحت كده القصة، وإن لسه القاتل موجود بعد مقتل الآنسة يونا. فبيقول له هيجي إزاي ده؟ هناك روح مريضة نفسيا خلف كل قصة قتل. برونو واصل البحث عن الأدلة، وبعد ما بحثوا ما لقوش حاجة للأسف. وبيقول هيجي الوقت أصلا قرب يخلص بتاع اللعبة دي، ويلا خلينا نمشي بقى، احنا حاولنا ولكن معرفناش نوصل لحاجة. فبيقول له أيان لا خلينا نكمل، وكمان احنا ممكن نطلب بعض التلميحات. وفعلا بيطلبوا بعض التلميحات من عن طريق اللاسلكي، وترد عليهم يونا وتقول لهم أنا هاجيلكم. فبيتعصب أيان ويقول لها هي جاية ليه دي دلوقتي؟ خليها تقول لنا عن مساعدة مش تيجي. بيكلم أيان في اللاسلكي ويقول لها ما تجيش، احنا بس معرفناش نجد أي أدلة لحل اللغز ده الذي شاهدناه على التلفاز، وطلبنا بس بعض التلميحات. ولكن هي ما بتكونش سمعت كلامه أصلا. وبعديها بيقول هيجي لأيان شكلها جاية علينا، وبيكون مرعوب لأنه شايفها في الشاشة وخايف تخرج من الشاشة، ده أكيد مستحيل. ولكن هي بس بتقرب من الشاشة وتقول قابلني فقط وسأتركك ترحل. وبعديها الشاشة بتقفل والباب بيتفتح، وأخيرا وبيكون كده وقت انتهى بتاع اللعبة، واللعبة خلصت. وبتيجي يونا وتقول لهم أنتم شجعانة جدا تصمدوا حتى النهاية. فأيان بيقولها بكل عصبية الجزء الأخير سخيف قوي، ايه الهبل ده بجد؟ فهي بتتجاهل كلامه وتقول له بما أنكم نجحتوا في اللعبة دي ليكم مكافأة خاصة، وهي عبارة عن ملصقات لغرفة أسرار يونا أو غرفة الهروب، ودي لا تباع بأي مكان على فكرة. وكمان صح أنتم قضيتم وقت زيادة، فللأسف لازم تدفعوا 320 يوان. فبيتعصب أيان ويقول لها ايه ده كتير قوي، مش ده المبلغ اللي اتفقنا عليه، كمان احنا قعدنا المدة بالظبط. فتقول له انتم اللي طولتوا، انا مالي، وكمان فتحنا ليكم في وقت المفروض نقفل فيه، فايه الضرر من ان تدفع ضعف الثمن؟ وللأسف مش بيقدر يرد عليها لأنهم هم اللي أصروا يلعبوا. فبيدفع الفلوس وبتقول لهم قبل ما يمشوا نحن لا نقول وداعا لزبائننا، نحن نقول لن نترككم أبدا أيهما المحترمان. وبيوصل أيان بيته وبيكون تعبان جدا، وبيروح يرمي نفسه على السرير على طول. لما بيغمض عينيه بتظهر له يونا وهي بتقول له ظلام ظلام لن أتركك. بيفوق بسرعة ويلاقي علامات غريبة ظهرت على الجدران الغرفة، ويقول وانا رجعت لغرفة الهروب ولا ايه؟ هي زي غرفتي اتحولت لغرفة هروب. وبيقوم وبيلاقي الكهرباء مقطوعة ومفيش شبكة، وكمان بيلاقي قفل على الباب بتاعه محتاج كلمة مرور عشان يفتح، ويلاقي شباك غرفته مقفول ومش عايز يتفتح. والصدمة الأكبر بيلاقي كلام مكتوب بدماء على الجدار، وبيقول ايه ده؟ أيعقل أن هذا دماء؟ وبيقرأ الجملة المكتوبة عليها وهي صار الحب ماضي كرها متى سيحل هذا. وبيقول أيان أنا مش فاهم حاجة، ايه ده؟ هي دي لعنة ولا تعويذة ألقتها عليا يونا ولا ايه؟ ويقول أكيد ده كابوس. ويفضل ينادي على أهله ويخبط بقوة على الباب الغرفة ويقول حد يفتح لي، أنا محبوس هنا ولكن لا حياة لمن تنادي. وبعدين بيضرب نفسه بقوة ويلاقي نفسه تألم كثيرا من شدة الضربة، ويقول يبقى ده مش حلم ولا ايه؟ ولازم أحل اللغز ده عشان أفتح الباب ده. وبيتذكر كلمة أسود اللي قالتها له يونا، ويقول كلمة بلاك بالأرقام تبقى 2525، وبيفتح الباب وأخيرا. ولكن اللي بيصدمه أكتر لما بيفتح الباب لما بيلاقي والده
قاعد بره بيسمع الأخبار. في اليوم التاني بنشوف أيان وبيجهز نفسه عشان يروح الشغل ويقول هو أنا كنت بحلم ليه بغرفة الهروب دي؟ أنا يعني مش مهووس بيها. وبعديها بيوصل راجل لابس خوذة بيدي بعض الوثائق لوالدة أيان، وبعديها أيان بياخد الوثائق دي ويفتحها وينصدم وينزل جري يشوف مين اللي أحضر الرسالة دي، وتنزل وراه أمه وتقوله ساعة البريد كان غريب شوية ورحل بسرعة، هي الوثائق دي فيها حاجة ولا ايه؟ فبيقول لها لا ما تشغليش بالك انت يا أمي. وبعديها بيروح لشغله ويشوف هيجي ويقول له انت كويس يا أيان؟ فبيقول له أيان لا الصراحة. وهل انت رأيت كابوس في الأمس؟ فيقول له هيجي اوعى تقولي انك انت كمان روادك مثلي كابوس، ده انا في حلمي امبارح كنت محاصر في غرفة هروب التي ذهبنا إليها البارحة، حيث نظرت لي يونا وفضلت تضحك عليا وأنا كنت مفزوع من منظرها المخيف. بعدها بيقول له أيان أما أنا حلمت إن غرفتي تحولت لغرفة هروب، ولكن عرفت أحل اللغز وكنت فاكر إن ده مش حلم أصلا. بيقول له هيجي لازم بس إحنا ننسى الموضوع غرفة الهروب دي، متقلقش مش هيحصل لنا حاجة يعني. فبيقول له كلامك صح بجد، لازم نبطل تفكير في المكان ده. ولكن بطلنا مع إنه قال كده لصاحبه بس هو هيفضل وراء الموضوع ده بسبب الرسالة اللي وصلت له. وبعد ما بيخلص شغله بيروح على مكان غرفة الهروب وبترحب بيونا وتقول له انت جاي تلعب تاني؟ فيقول لها لا انا جاي بس اشرب القهوة. فهي تقول له مع ان المكان ده مش لشرب القهوة بس تمام هعمل لك القهوة. بعديها بيلاقي بعض الزبائن طالعين من غرفة الهروب ويقول لها طلع عندك زباين كتير. فتقول له امال انت كنت فاكر ما عنديش الا انت وصاحبك؟ فيقول لها لا بس كنت فاكر انك مش عندك زباين كتير وكده. فتقول له انت تعرف هنا في اكتر من 20 غرفة، حتى لو في 10 زبائن هنا مش هتقدر انك تشوفهم، لان اصلا غرفة هروبي معروفة جدا واللي بيزورها بيصبحوا اذكى على فكرة. بيقولها ايان مش ممكن ده بسبب الشائعات المنتشرة عنك انك بتسحريهم؟ فبيقولها على فكرة انا حلمت. فهي بتقطع وتقول له اكيد بيا صح؟ بيقولها ايوه. فتقول له اصلا كتير من زبايني قالوا لي انهم حلموا بيا، اعتدت على سماع ذلك. فبيقولها بس انا حلمت اني محاصر في غرفة الهروب. فبتقول له يحدث ذلك كثيرا. فبيقولها طيب نوع من الاحلام دي لا تهدد على حياة الشخص؟ فتقول له معرفش الصراحة، لا اذكر ان زبونا ميتا اتى لي اخبرني بذلك. وبتقول له اسفة بهزر معاك واعتقد ان ده عادي. وتعرف حاجة اني في الحقيقة عندي قوة خارقة وهي ان ادخل في احلام الاخرين كما اشاء. فبيقولها بتهزري تاني؟ وبتقول له شفت بقى انك بقيت اذكى مني بكتير ازاي؟ فبيقولها طيب ماذا عن هذه الرسالة التي وصلتني، تعرفين شيئا عنها؟ فتاخدها منه وتقرأها والمكتوب فيها بيكون توقف عن لعبة غرفة الهروب، المرسل فاعل خير. تتعصب يونا وتقول مين اللي بيبعت الهبل ده ويهدد زبايني بمثل هذه الطريقة البشعة؟ لو انا يعني بعت الرسالة دي كنت هكتب حاجة مثلا بامكان غرفة الهروب جعلك اذكى، مش كلام ده. لكن بجد اسفة انا معرفش حاجة عن الموضوع ده. فبيقوم ايان ويقول لها انسي الموضوع خلاص وانا اسف اني ضيعتلك وقتك. فتقول له انا اصلا ما كنتش مشغولة ويمكنك العودة لشرب القهوة في اي وقت كما تشاء. فبيقول لها شكرا انا لازم امشي سلام. وبعدين بنشوف ايان وهو ماشي بيفكر وبيقول مين اللي ممكن يبعت رسالة زي دي وليه، وهل عارف سر المكان ده ولا ايه؟ وفجأة بيلاحظ ايان ان في حد بيراقبه ولكن بيتجاهل الموضوع وبيكمل طريقه لبيته. في اليوم التاني وهو في الشغل بيسأل هيجي انت حلمت تاني بالكابوس ده؟ فبيقول له هيجي لا لاني ما كنتش فاضي بالتفكير في غرفة الهروب دي اصلا. وبعدين بتظهر بنت اسمها لارا وبتكون بتدور على هيجي وبيقول لها ايان انت جايبالنا حاجة ولا ايه؟ فبتقول له ايوه جايبالكم كعك. وبتدي هيجي ويعجبه قوي. وبعدين بتدي ايان ويقول لها تحفة بجد يسلم ايديكي. فتقول له شكرا بجد وانت جديد هنا صح؟ فيقول لها صح. فتقول له انت اسمك ايه؟ فبيقول لها اسمي ايان. وبيقول لها ايان انت شاطرة قوي في الطبخ بجد، ممكن تفتحي مخبز؟ وتقول له ممكن، وبجد تسريحة شعرك مميزة قوي وفي كده شيء كده على رأسك ايه ده؟ فبيقول لها دي ندبة وانا في الجامعة وقعت من على المدرج فده سبب وجود الندبة دي، ومن ساعتها فقدت ذاكرتي مؤقتا او لسنوات. وفجأة كده بيتقيأ بيلاقي ضافر كان في البسكوت اللي هو اكله وينصدم.